لي اختصر لأبسط صورة. اختصر لأبسط صورة. اختصر لأبسط ايه صورة. ايه هي بقى أبسط صورة؟ س ناقص 3 مضروبة في س زائد 3 كل ده زائد 9 ثم اوجد القيمة العددية للناتج عندما س بتساوي 5. لو لاحظت كده هتلاقي هنا دول جمع حدين مضروبين في طرح نفس الحدين. جمع حدين مضروبين في طرح الحدين. دي حالة خاصة. لما الاقي جمع حدين مضروبين في طرح نفس الحدين، الحل في كلمتين. هضرب الاول في الاول والتاني في التاني. يعني س في س بس أس 2. طب يلا نضرب التاني في التاني. سالب في موجب بسالب. 3 في 3 ب9. كده انا ضربت المقدارين دول في بعض. الاول في الاول والتاني في التاني. بعد كده قال لي معلش اعمل زائد 9. قلت له عينيا. ادي زائد 9. تعال نطلع الناتج. سالب 9 زائد 9 اديني 0. طاروا مع بعض. كده جبت الناتج. ما لحقتش افرح بالناتج. قال لي ثم اوجد القيمة العددية للناتج اللي انت جبته عندما س بكام؟ ب5. عندما س ب5. يعني ايه يا مستر عندما س ب5؟ يعني كل ما تلاقي س في المسألة ارميها من الشباك واكتب مكانها ايه؟ 5. بس هنا 5 أس كام؟ س أس 2. يبقى اكتب 5 أس 2 يعني 5 في 5 ب25. مثال كمان بيقول لي اختصر لأبسط صورة. اختصر ايه يا عمي لأبسط صورة؟ قال لي 2 س ناقص 3 في 2 س زائد 3 كل ده زائد ايه؟ 7 ثم اوجد القيمة العددية للناتج عندما س بسالب 1. هنا بقى يا اولاد عايز مني 3 حاجات. اول حاجة عايز اضرب المقدار ده في المقدار ده. بس وانا بقرأ المثال لقيت ان ده عبارة عن جمع حدين والمقدار ده عبارة عن طرح هم نفس الحدين بالظبط بالملي. يبقى لما الاقي جمع حدين في طرح نفس الحدين الحل في كلمتين. هضرب الاول في الاول والتاني في التاني. مفيش حد اوسط. 2 س في 2 س ب4 س أس 2. يلا نضرب التاني في التاني. سالب في موجب بسالب و3 في 3 9. كده انا ضربت المقدارين. قال لي طب معلش والنبي. قلت له ايه؟ قال لي اكتب زائد 7. قلت له عينيا حاضر. يبقى هكتب هنا زائد ايه؟ 7. يلا نجيب الناتج. سالب 9 زائد 7. هل الاشارات شبه بعض ولا مختلفين؟ مختلفين يا مستر. يبقى نطرح الصغير من الكبير ونحط اشارة الكبير. 7 من 9 2. اشارة الكبير ايه؟ سالب. ده كده يا اولاد الايه؟ الناتج. قال لي بس خد بالك ثم اوجد القيمة العددية للناتج عندما س بكام؟ بعد ما جبت الناتج قال لي اوجد القيمة العددية للناتج عندما س بسالب 1. قلت له يعني ايه عندما س بسالب 1؟ مش فاهم. قال لي يعني كل ما تلاقي س ارميها من الشباك واكتب مكانها ايه؟ سالب 1. قلت له عينيا الاثنين. ادي 4 مضروبة في مين؟ في س. ارميها من الشباك واكتب مكانها سالب ايه؟ 1. بس لازم تحطها بين قوسين عشان لما تعمل القص ده يطير الايه؟ السالب. وبعد كده اكتب بقيه المساله. ناقص كام؟ 2. يبقى 4 في س اللي هي بكام؟ بسالب 1 أس 2. واكتب بقيه الايه؟ المساله. يبقى 4 في سالب 1 أس 2 ناقص 2 هيديني كام؟ 2. يبقى الناتج النهائي كام؟ يبقى القيمه العدديه للناتج عندما س بسالب 1 هتطلع كام؟ 2.